première saison avec Feyenoord? Je suis content. Je pense que j'aurais pu faire mieux au début de saison. Choix du coach, j'ai pas joué. Mais alhamdoulilah, ça s'est mieux fini. Pourquoi? Les contacts. Pour les contacts? Oui. C'est-à-dire? Ah non, ça c'est pas moi qui gère, j'ai un agent. Donc pour l'instant je suis à Feyenoord, alhamdoulilah, ça se passe bien et je suis content. Merci. Merci à vous. Salam alaikum. السلام عليكم. مشاهدينا كانت هذه اذا موندريال، الحارس موندريال التحق بنا الان، نستمع له ولا نعم. Oui, c'est un match amical, mais tous les matchs, on est là pour les gagner, on n'est pas là pour y aller tranquille. Que ce soit un match amical ou un match officiel, voilà, on va tout faire pour le gagner. Parlez-nous de votre retour en équipe nationale après 7 matchs normalement pour la France. Écoutez, dernier stage, j'aurais dû être là. Malheureusement, j'ai été blessé à l'épaule. Maintenant, je suis là. J'essaye de donner le maximum aux entraînements. Et ce qui est sûr, c'est que je continuerai à le faire au quotidien. Vous êtes prêts pour les deux matchs, surtout le match de Suède? On est tous prêts pour déjà demain. On va les prendre les uns après les autres. Inch'Allah, on va gagner demain. Et après, on se préparera correctement pour le match de la Suède. Quel est votre message aux supporters algériens, surtout les supporters de l'extérieur? Comme d'habitude, on compte sur eux demain. On compte sur eux pour enflammer le stade et nous encourager tout au long du match. Comment voyez-vous la concurrence dans le poste de gardien but? Surtout Mondria, Gendouz, Okija. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que tous les trois, on s'entend bien. Tous les quatre avec Oussama, on s'entend très bien. On travaille très bien, on se tire tous vers le haut. Maintenant, à nous de respecter le choix du coach. Merci. بدني كثير خاصة مع نهاية الموسم، حصة خفيفة فقط لوضع آخر الروتوشات. الحصة هذه كما يعلم العام، هذه حصة ادابتاسيون تيرا، يكون بوكو بلس الملعب، التعرف على الميدان، لا كاليتي تاع الغازون، باش لي جوار يكونوا عندهم اون ايدي بور الغدوه ان شاء الله. و بليس بور لي بالاريتي بور راح يكون بوكو بلوس ديكونتراكتي، ينحوا شويه لا فاتيك تاع لو فواياج اللي كان عندهم اليوم. بوكو بلوس ماشي راح يكون من جانب بدني، ورانا في نهايه الموسم، جو بونس با يكون جانب بدني في هذه الحصه. جميل توفيق، جميل. خلينا نفصل اكثر بعد الحصه التدريبيه. اذا صور مباشره تصلنا من هناك من قسنطينه للحصه التدريبيه التي يجريها المنتخب الوطني قبل وديه رواندا. في الصوره نشاهد الزروقي، بنزيه وتوغاي، مجموعه اخرى من اللاعبين مقسمين على مجموعات، ورشات خفيفة تعودنا عليها مع المنتخب الوطني في عملية عدم إسقاط الكرة اللي أصبحت تقليد خالد ولا توفيق في المنتخب الوطني، نشوفها حتى ما في عهد الناخب الوطني السابق. في كل مرة الأمور هذه أو التمارين هذه تخلي تقارب أكثر بين اللاعبين. نشوفوا يا خالد يعني على كل حال مش تمارين، هذه كان دي جروب كونستيتيوا شغل سي بوكو بلوس بور ساميوزي. على كل حال اظن باللي الحصه التدريبيه مازال ما بداتش، دونك اظن الامام الناخب الوطني راح يفتح بتاعت 15 ولا 20 دقيقه الصحافه، وبعد كي تبدا الامور الجديه راح الصحافه تغادر الميدان وتبدا الامور التكتيكيه والبلاسمون تاع اللاعبين. تتوقع ان يكونوا تغييرات غدا خالد في لا اظن التشكيله الاساسيه؟ لا اظن باللي الناخب الوطني راح يدير زوج فرق. شفنا على كل حال هي اون جينيرال، دونك يعني اون بو با كومباري ما بين فريق الاول اللي هو الفريق رواندا مع فريق السويدي. اظن باللي راح يدير الفريق الثاني، بالنسبه له الفريق الثاني هو اللي راح ياخذ مقابله الغد، والفريق الاول تاع الفريق الوطني هو اللي راح ياخذ مقابله. قصدك بالفريق الثاني انه راح يكون تغيير على مستوى 11 لاعب ولا تغييرات على بعض المناصب؟ شوف اظن البوست اللي ما راح يكون فيه تغيير هو البوست تاع حراس المرمى، باسكو عودنا الناخب الوطني باللي دوك اليوم راهم باش ما نقولش راهو يحوسوا، باسكو اظن باللي طاح لو شوا على قندوز، وقندوز ما عندوش تجربه كبيره في الفريق الوطني، دونك يزيساي دو لي دوني اكثر عدد من المقابلات. سنفصل اكثر في هذه النقطه بعد نهايه الحصه التدريبيه. اذا توفيق بوحافل نشاهد ايضا الان اجتماع مصغر للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مع اللاعبين كما جرت العاده في كل حصه تدريبيه ياخذها المنتخب الوطني وتسبق مباراه رسميه او وديه يكون اجتماع. من الضروري أن العلاقه تكون بين المدرب واللاعبين، الخطابات هذه تعاون اللاعبين، المدرب في كل مره يحاول انه يوجه رسائل على الاقل للاعبين فيما يخص كل مباراه راح ياخذها. بوكو بلوس
je pense qu'il va expliquer la séance à l'entraînement, l'objectif d'entraînement. باش نعود لك التشكيلتين جو بونس انا حيدير تشكيله التوازن، راح يكون توازن. ونعلم باللي عندنا في عده اماكن كما نقولوا حنايا او نيفو دو وسط الدفاع ماشي حيكون عندنا بزاف لو شوا. كاين الخطه تاعو وين كي تشوف لا ليست بوكو بلوس الميليو تيران، الى كونفوكي بوكو جوار في ميليو تيران. ما يمدش الفرصه لتوغاي ومداني في وسط الدفاع، في محور الدفاع. انا رايي ما شكيتش يمد الفرصه باسكو نقول لك علاش. ما تنساش باللي ما بقالوش وقت لكاس افريقيا، بقات لنا دات فيفا وحده في سبتمبر اكتوبر. كاليفيكاسيون كوب دو موند قبل من لا كوب دافريك كاين دي زيشونس بوكو بليز امبورطونت اللي هما كاليفيكاسيون. دونك جو بونس كو هو عنده تشكيله في راسو، عنده حاب بالك يدير العمود الفقري تاع الفريق الوطني، ويزيد يضيف لاعبين اللي عندهم ما عندهمش خبره ما بارابور باش يدخلوا تلاحم في الجروب. دونك راح يكون يفاتر الماكسيموم ليكيليبر اونتر لي دو ماتش. خليني نستغل قربك من اللاعبين، انت قريب من اللاعبين. الناخب الوطني تحدث عنه بعد مع قدومه للمنتخب انه كان فيه مشاكل نفسيه جراء الهزائم او الاقصاء مثلا من المونديال. اللاعبين الان قال لك راهم متحررين نفسيا اكثر لانه اثر عليهم الاخفاق، والان راهم حابين يتجاوزوا هذا الاخفاق ويتاهلوا للمونديال. شوف كرة القدم يقول لك تغيير المدرب عنده عده ايجابيات. شغل يكون نيو تشالنج، لاعبين كاع يعاودوا شغل يعاودوا فوالا عمرو يعاودوا يعاودوا يقول لك اونترينور جديد لازم ما تروح هذيك باسكو كي يكون اونترينور اونسيان اونترينور عنده دي بروفيل، عنده دي جوار اللي يميل ليهم باسكو يحب البروفيل تاعهم. دوك هاد الحاجه كي يكون كما يقولوا لو ديكليك يجي اونترينور يمد ان ديكليك. دونك في ليكيب ناسيونال دوك كاع لي جوار ولات شغل كي جا اونترينور جديد شغل صفحه جديده، الناس كاع عاودت ولات عندها ليسبوار باش تولي ليكيب ناسيونال. كاين اللي كان ونحاوه، كاين اللي كان تما ولا يخاف على بلاصتو باسكو لا كونكيرونس راهي تزيد من كما يقولوا لي جوار راهم يبانوا شاكاني رانا نديكوفريو دي جوار. دونك انا بالنسبه ليا المكانه راح تكون غاليه، المكانه ماشي راح تكون سهله كيما كانت باسكو كي تولي لا كوب دافريك ليكيب اي واحد يمد لك لا ليست 11 ولا 3 شونجمون مي دوك تبدلت. دوك كاين بزاف لا كونكيرونس، كاين لي جون جوار اللي راهم جايين عندهم لو طالون. دونك اللاعبين كاع راهم كما يقولوا حاطين رجليهم يخدموا وكاع حابين يروحوا لا كوب دافريك ولا نيو تشالنج. الناس حابه شغل حابه باش نقول لك حابه تمد حاجه جديده للمنتخب الوطني. جميل. توفيق عاود لك خالد ايضا تحدثوا عن المنتخب الوطني. الناخب الوطني قال انه ابحث على طريقه لعب جديده للمنتخب الوطني، ابحث عن بعث المنافسه اكثر في وسط لاعبي المنتخب الوطني. من الضروري انه تنوع في طريقه اللعب، خاصه تحدثوا على فتره سابقه كنا نقولوا انه المنتخب الوطني ولا ورقه مفتوحه الكل يعرف طريقه اللعب، يعني من السهل انه يلعب ضدك. ضروري تكون عندك عده طرق. هو دي فوا التركيبه تاع اللاعبين هي اللي تخليك توبليجيك تستعمل طريقه. كما شاهدتم في هذا الفيديو آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني الجزائري فوق أرضية ملعب شهيد حملاوي بقسنطينة، أين سيجري غدا المنتخب الوطني مباراة ودية أمام رواندا في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر. وكذلك شاهدتم تصريحات كل من أنيس حاج موسى وماندريا، أين سيبحث أشبال بيتكوفيتش عن فوز معنوي قبل المواجهة الكبيرة أمام المنتخب السويدي في ستوكهولم يوم 10 من جوان بقيادة رياض محرز بلادي بوجاح وبقية نجوم الخضر. لا تنسوا توقعاتكم للمباراتين أمام رواندا والسويد، وأشكرا لكم.